قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا لم تسأل الله سبحانه وتعالى فإنه يغضب عليك، وإذا سألته فإنه سيعطيك حتما أحد هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه، ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يجيب دعوتنا ويعطينا شيئا سألناه، وإما أن يدخر دعوتنا لنا في الآخرة، وإما أن يصرف عنا من السوء مثلها. فعلينا أن نكثر من الدعاء كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في القول والعمل.